بقول لك ايه، معكش فكه؟ ليه؟ عايزين نجمع عشان نجدد لزيزو. استغفر الله العظيم يا رب. وانا بقول لك هات لي بيره. لما معيش فكه. الف سلامه عليك، ربنا يشفيك. مش عارف والله، هو الزمالك ده ايه؟ ملوش حد يسأل عليه. سخرية كبيرة جدا في المسلسل ده من نادي الزمالك. مش عارف هم ساكتين ليه. نيجوا بقى لقصة زيزو. موضوع زيزو طبعا سمعنا في اليومين اللي فاتوا كلام كتير جدا ان زيزو خلاص نهى كل شيء مع النادي الاهلي، وبالتحديد ابو زيزو قعد مع مسؤولين في النادي الاهلي وخلص كل حاجة. هقول لكم بالتفصيل اللي حصل، وهقول لكم موقف زيزو النهائي اللي هتسمعوه مني ده مش هتسمعوه في اي حتة تانية. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بالنسبة لموضوع زيزو، بص يا جماعة، القصة كالآتي: زيزو في الخليج بنسبة 50%، زيزو في النادي الاهلي بنسبة 35%، يبقى باقي 15%. هو ديت النسبة اللي ممكن يبقى زيزو فيها في الزمالك، او ممكن تقل كمان. فرصة الزمالك في التجديد لزيزو اصبحت صعبة جدا جدا جدا. في الغالب زيزو مش موجود في الزمالك السنة الجاية. زيزو يا يبقى في الخليج يا يبقى في النادي الاهلي. هتقول لي طب الاقرب الخليج ولا النادي الاهلي؟ اقول لك لسه زيزو بيشاور عقله، لسه زيزو وابوه ما حددوش بشكل نهائي. ولكن ما تستغربش لو لقيت زيزو في النادي الاهلي السنه الجايه. عرض النادي الاهلي من 20 ل 25 مليون، ده العرض الرسمي عشان يبقى فئه اولى ويتساوى مع اللعيبه الفئه الاولى في النادي الاهلي. كمان هيدخل له اعلانات من 15 ل 20 مليون، يبقى كده داخلين في 40 او 45 مليون. كمان لما تشوف البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها، واولهم كاس العالم للانديه وغيره وغيره، هيخش بتاع 10 كمان. يعني زيزو ممكن يتحصل على 60 مليون كل سنه من النادي الاهلي. طبعا زيزو عادي، زيزو عاوز يلعب كاس عالم. مجلس إدارة نادي الزمالك هو السبب في كل اللي بيحصل في قصة زيزو. مجلس إدارة نادي الزمالك جاله 5 مليون دولار و6 مليون دولار السنة اللي فاتت. كان زيزو فاضل له سنة في عقده، كان ممكن زيزو يمشي العرض يوصل ل 8 مليون دولار، يعني 400 مليون جنيه مصري. رفضوا العرض وما جددوش لزيزو. ده كارثة، ده إهدار مال عام اللي عملوه ده. والله العظيم المفروض يتسألوا عليه. يعني لا طالوا بلح الشام ولا عنب باليمن زي ما بنقوله، ودلوقتي بيعيطوا، ودلوقتي مش عارفين يجددوا لزيزو ولا حتى يقعدوا مع زيزو ولا مع ابو زيزو. خلاص الوقت بيفوت، احنا في شهر 3، شهرين كمان وكل سنه وانتم طيبين والموضوع هينتهي. وزي ما بقول لكم زيزو مش هيجدد في نادي الزمالك، لا معاهم يدوله وعندهم لعيبه تانية عاوزه تجدد، ولو جددوا له باللي هو عاوزه هيعمل كوارث ونصايب في اوضه الملابس بتاعه نادي الزمالك. فزيزو في الغالب زي ما قلت لكم يا في الخليج بنسبه 50%، يا في النادي الاهلي بنسبه 35 او 40%. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا لحضراتكم.